كمان اسعار التورت والجاتوهات غاليه جدا. فاحنا يا ستات البيوت الشاطره كده بنعمل حاجه حلوه كده مسكره، وجبت لك صينيه كيكه الشوكولاته دي، عملت لك منها 12 قطعه جاتوه زي ما انت شايفه كده، طعمها حلو جدا وتاخد 10 من 10. بس انا غلطت فيها غلطه كبيره قوي قوي قوي، ومش عيب، احنا كلنا بنغلط. فانا قلت اقول لك عليها كده عشان انت كمان ما تقعيش في نفس الغلطه كده وتعمليها. انا دودو من المنصوره، ودي قناتي، يلا عرفيني بنفسك في التعليقات. ومش مشكلة ان احنا نغلط من بعض ونتعلم ونستفيد طبعا من بعض. تعالي نشوف الغلطة اللي انا غلطتها ايه واقولك عليها عشان انتي كمان ما تعملهاش. شوفي كده، تعالي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنخش كده الاول على المكونات وطريقة التحضير. اول حاجة كده معايا هنا شفشق الخلاط، واهم حاجة ما يكونش مبلول، يعني انت ما تكونيش شطفاه وبعد كده تشتغلي فيه، لان الكيكه تلقط الزفاره منك على طول، يعني يكون ناشف. اي حاجه تستخدمها تكون ناشفه. ضفت في شفشق الخلاط كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، ونص كوبايه من الكاكاو الخام اللي لونه فاتح، اللي هو منه درجتين، واحده غامقه وواحده فاتحه. لا هات الفاتح. ضربته كله مع بعض كويس جدا لغايه لما بيتقل معانا كده. هتشيلوا منه كوبايه ويبقى احلى واجمل صوص شوكولاته تكليف حياتك. كل شويه وانت رايحه وانت جايه هتاخدي الاحسن من الكوبايه دي. وبعد كده هنضيف على بقيه المكونات اللي موجوده في قلب شفشق الخلاط نص كوبايه من اللبن برضو بدرجه حراره المطبخ، وعليهم ظرفين من الفانيليا، وعليهم بيضتين بدرجه حراره المطبخ. والمكونات كلها لازم تستخدمي كوبايه معياريه واحده في عمايل الكيك. والبيض واللبن بيكون بدرجه حراره المطبخ. انا لغايه دلوقتي ما غلطتش. ايوه انا لغايه دلوقتي ما غلطتش لسه. لما اوصل للغلط اللي انا غلطته هقول لك عليه. صلوا على النبي وزيدي النبي صلاه. هنضرب كل المكونات دي مع بعض وهنركنها كده الاول. وبعد كده هندخل كوبايه ونص من الدقيق متعدد الاغراض، وعليهم كيس بيكنج باودر ورشه صغيره من الملح. صلوا على النبي يا جماعه. ولسه ما اشتركتش في القناه يلا تشترك في القناه وتاخد جوله بسيطه في قناه المتواضعه، وان شاء الله تستفيدي معايا. وكلنا بنتعلم ونستفيد من بعض، ومش عيب ان احنا نغلط ونقول لبعض احنا غلطنا في ايه. هبدا ادخل كل مكونات الدقيق دي الاول مع بعض. والدقيق بتاع الكيكه لازم يتنخل عشان خاطر تطلع كيكه معاكي هشه وطريه. هنبدا نقلب كل المكونات ده عشان البيكنج باودر يختلط كله بالدقيق. انا لسه لغايه دلوقتي اهو ما غلطتش. انا ماشيه لغايه دلوقتي صح. لما اوصل للغلط بتاعي كده هقول لك عليه. بس اتمنى يا رب يكونوا لسه بتشوفوا الفيديو لغايه كده او تشوفوه معايا للنهايه. هنزل بكل مكونات الخليط بقى اللي احنا عملناه في قلب شفشق الخلاط، وهبدا اقلب كل مكونات الدقيق مع بعض في اتجاه واحد. يعني انت ما تعمليليش يمين في شمال وشمال في دقيق في يمين، لا. هنا بصوا بقى، هنا ملحوظه ودي مش الغلط اللي انا وقعت فيه. انا لقيت هنا خليط الكيكه تقيل. خليط الكيكه ولا يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي. طبعا نوعيه الدقيق بيختلف عن التاني. ممكن تحتاج ربع كوبايه من اللبن زي ما انا ضفت كده، وبدات اقلب